لو انت طول الوقت حاسس ان في حاجة ناقصاك بس مش عارف ايه هي، بس حاسس بس مش عارف ايه هي، بس حاسس بس مش عارف ايه هي، بس حاسس بس مش عارف ايه هي، فانت كده معرض لمشكلة خطيرة جدا جدا اتكلمت عليها العالمة تالين ميدانر. هي عالمة مشهورة جدا في علم النفس، في كتابها اللي بيقول The Secret Laws of Attractions او اسرار قوانين الجاذبية. اتكلمت وقالت ان الانسان الطبيعي بيبقى عنده احتياجات نفسية المفروض يلبيها علشان يشبعها. لو الانسان ده فشل ان هو يلبي احتياجاته النفسية بيبدأ يخش في دوامة من الحزن والقلق والاحباط والتوتر والحيرة والشك ومشاعر سلبية كتير. مش دي المشكلة. المشكلة الحقيقية ان انت لو ما عرفتش تشبع حاجتك النفسيه بنفسك، عقلك الباطن هيحط التاتش بتاعه وهيملى لك الفراغ ده. هيملى الفراغ ده من خلال سلوكيات هيبدا يكتسبها لك، ممكن تكون ملهاش علاقه اصلا بالاحتياج. خلينا نضرب مثال، نلاقي مثلا اللي بيعاني من الفراغ او الجفاف العاطفي بياكل كتير بياكل كتير حتى وهو ممكن يكون شبعان. اللي بيعاني من الوحده بتلاقيه مثلا بيتفرج على افلام وموفيز كتير، بيلعب العاب الكترونيه كتير حتى وهو بيكون عايز ينام بس بيقاوم النوم علشان مستمتع بالمخدر اللذيذ اللي عقله الباطن اداهوله علشان يشبع له الاحتياج اللي هو مش عارف يشبعه بنفسه. تمام. فدي الفكره. بنلاقي مثلا البنت اللي طالعه من قصه حب جديده ومحطمه بتغير لون شعرها، بتقصقصه، بتعمل نيو لوك جديد علشان تحس بقيمتها من اول وجديد. بنلاقي مثلا ممكن تشرب سجاير. في حاجات كتير وسلوكيات بتبقى غلط، بتبقى جايه لنا من عقلنا الباطن علشان بس يخدرنا، علشان بس ينيمنا. طالما ان احنا مش عارفين مصلحتنا، مش عارفين ازاي نقدر نعمل اداره لعمليه الاحتياج اللي جوانا، علينا الباطن هيتولى الموضوع ده. طب وايه الحل يا ابو العريف؟ الحل بمنتهى البساطه انك تقول لعقلك الباطن اشكرك جدا على مجهودك الجميل معايا، بس من فضلك بعد اذنك مالكش دعوه بعقلي، سيبني في حالي. تمام؟ بمنتهى البساطة كده، وتجيب ورقة وقلم وتكتب احتياجاتك النفسية. شوف انت محتاج اكتر 3 حاجات ايه، لو وفيتهم كويس في حياتك هتتظبط، ووفيهم واعملهم واشبعهم بنفسك. يعني مثلا على سبيل المثال لو انت حاسس ان انت محتاج تحس ان انت مرغوب ومحبوب، حاوط نفسك بالناس اللي بتدي لك الاحساس ده. شوف مين من صحابك بيدي لك الاحساس ده وخليك جنبه. لو عايز تحس بالتقدير وان الناس مثلا شايفاك انك مميز، اسأل الناس قريبة منك قول لهم ايه اكتر الحاجات اللي انتوا بتحبوها في شخصيتي، واسمع كلامهم، اكيد هيقولوا لك كلام حلو انت ممكن تحبه. تمام. في كذا طريقة، بس الاهم من انك تلبي الاحتياج انك تعرف ايه هو. يعني ما تبقاش انت مش ملبي احتياجك ومش عارف ايه هو. واما عني انا عندي احتياج شديد جدا ان انا اشوف صينية المكرونة البشاميل